خل ارجع حق الشق الرياضي. اطلق عليك لقب السهم الاسمر ابو فهد. الله يطول عمره، عدنان السيد ابو مؤيد ايه هو اللي اطلق عليه السهم الاسمر. كان لأن في مباراة شيء إيه كانت ولا؟ على العربي قوت جول من بعيد، ايه فعلى قولتهم الكره يعني مثل السهم، ايه فكتب السهم الاسمر الله. من ذاك الوقت. ومشت عليه. من ذاك الوقت مشت عليه. وهو اقترح علي نعم. انه بدل ما البس اربعه، قال لي البس 15 عشان تكون انت مميز، راح تكون معاك في المنتخب والنادي. هو اللي اقترح علي ابو مؤيد، اسال الله يحفظه الله ويطول يحفظه عمره. والله. هم او اقول الذكرى هذه مهمة. اي طبعا الاخ من ابو مؤيد من هذا من ما اطلق انساه. عليك اللقب ومن اعطاك اي نعم. الرقم. اي نعم. بعدها ابو فهد دخلت الشق الاداري، ها ما رحت جانب فني ولا تحكيمي؟ بالنادي استلمت النادي إيه. اشراف، بعد الاشراف وكذا. 86 رحت مع الشهيد. اقصد ما رحت جانب فني او لا تحكيمي، لا يعني انا طبعا ما رحت. مجال فني يعني استصعبته، لان نعم. دوخة تمارين راس. يوميه وكذا، ايه. يعني قلت ما اروح اشتغل بالاتحاد عند نعم. الشيخ نعم. فهد رحمه الله عليه، وداومت من 86 مع يعني الشهيد. بالنادي ما طولت عيل بالجانب لا لا الاداري. لا، سنه واحده صارت عندنا مشاكل بالنادي مع الاداره، لما شالوا فاروق ابراهيم رحمه الله عليه مع المدرب. نعم. انا كنت مشرف في الفريق، شالوهم. طبعا انا رافض الفكره. نعم. خطا واحد هو خطا، خلينا نقول خطا، يعني شنو الخطأ كان؟ بعد احدى المباريات احنا خسرناها، فقالوا نحن نستبعد المدرب ومساعد المدرب. انا مهم. طبعا رفضت. اول شيء ما استشرتوني، ثاني شيء ان كان منو صاحب هالقرار؟ مجلس الاداره ككل، وكان متبني القرار الاخ سامي الغربلي، آه. كل تقدير واحترام. سامي كان عضو مجلس هو اداره. مجلس اداره وكان مؤثر، نعم. وكان عبد الوهاب البنائي وهو مدير الفريق. نعم. فهو وايضا كان في الاداره ذاك الوقت كان جاسم يعقوب اذكر. نعم. نعم. فلما اتخذوا قرار شيله المدرب، انا طبعا قدمت استقالتي. نعم. نعم. آه، العمل مع الشهيد فهد الأحمد أكيد لا ذكريات ومواقف أبو والله ابو فهد. سعود انا حالف إن ما اتكلم نعم. على هالمواقف اللي صارت لي نعم. مع الشهيد، لان مواقف كثيره نعم. واسرار ومجهود نعم. وشخص هذا ما عمري انا نعم. انا وعائلتي نعم. رجال ونساء نعتبره لازال عندنا حي. نعم. انا بقناعتي نعم. ان هذا الشخص لن يتكرر في حياتنا الاسريه والرياضيه. نعم. عشنا معاه. ليش اقول لك والله العظيم لا زلت احلم، يعني احلام بالليل يطلع لي فهد الاحمد بالحلم، والله العظيم يعني عشت معاه، يعني شخص ما ينام. نعم. وانا من الناس اللي انام بكر واقعد مبكر، مهم. طبعي من عمر، يعني نعم. ايام الكره. فاداوم معاه 6 الصبح، اداوم معاه من 6 الصبح الى اخر الليل. نعم. خاصه صادفتنا بطوله الصداقه والسلام وكاس الخليج، نعم. وانا ملازم له، حتى وياه بالسياره، اطلع وياه نحضر البروفات، نعم. نحضر كل شيء. يعني نطلع الساعه 12 ونص 1 بالليل، وصل البيت الساعه 2 بالليل، الساعه 6 انا في المكتب. متى انام؟ والله العظيم يعني جد يعني. بس من الدوام مع متعه، نعم. متعه يعني انك تحس ان ويوم ما يعصب علي استانس، إيه. احس ان انا هذا الشخص يحبني. نعم. ش- يبيك تنجح، يبيك نعم، يبيك تتقن عملك يعني. اللي نعم. يعصب عليك، اذا عصب عليك معناته انت عنده شيء نعم. بس اكيد في مواقف ابو فيها. فهد، يعني في ذكريات، خاصه انهم يقولون دائما ابو فهد تعامله مع من يختلف معاه في وجهات النظر. ما كان يعني خلينا نقول الخصومه دائما كانت عنده فروسيه في الخصومه، ما كان يفجر في الخصومه سعود كان. هو شهيد ما يأجل. يعني لما تطلب منه شيء ما قال لك تعال باكر او بعد ساعتين او كذا. انت عندك مشكله نفس اللحظه يحلها، الله. نفس اللحظه. يقدر عليها ما يقدر عليها، يسوي ياخذ قراره بنفس اللحظه. انت تحتاجه. عطنا عمري ما مثال ابو فهد. نعم. عطنا مثل. انا اقول لك، احنا بنسافر انا وفتحي علاج، حلو. بس هذه الكلمه ما بقولها. يعني علاج على نعم. قولتهم. آه عشان نروح علاج لازم اخذ قرار من وزير الصحه. نعم. بس ما بقول شنو صار بالضبط. نعم. اي لا لا بس نبي المهم نفس اللحظه نعم.
خلص مع وزير الصحة إن ثاني يوم إحنا نسافر علاج نفس اللحظة، سافرنا أنا وفتحي علاج بلندن، بس اللي صار ما يسويه واحد غير فهد الأحمد، الله. لأنه صار حدث غريب وعجيب. كانت راح تتأخر المعاملة يعني أو طبعًا نعم. أخي الموقف اللي صار شلون وين كان وزير الصحة وشلون صاده وشلون كذا هذا موقف منو كان وزير الصحة وقتها؟ عبد الرحمن العوضي إيه رحمة الله عليه. نعم. محترم أبو عبد الله عسى الله نعم. يحفظه. يعني آخر الموقف صار غريب وعجيب، حتى عصب عليه عبد الرحمن العوضي، عصب عليه بالمطار. سويت فيني يا سعود سويت تعرف فهد الأحمد، يعني صار موقف غريب وعجيب. نعم. ما أبي أذكر الموقف نعم. لأنه نعم. بحتفظ فيه نعم. بعدين. أيضا تعامله مع مثلا أعضاء مجالس إدارات الأندية، تدري كان وقتها يعني في بعض الاختلاف في وجهات النظر مع نادي الكويت، مع نادي خيطان، مع ما أشوف أحد يا أبو سعود يكره فهد الأحمد نعم. في حياتي، يعني يعني شخص دائما الابتسامة بحد نعم. أي إنسان نعم. ما يرده، نعم. يساعد الفقير. ما خلينا نقول العيش الدائمي مخباتها ما يخليها، أي واحد يحتاج يعطيه نعم. علاج، يساعده. ماكو أحد يلجأ حق فهد الأحمد رجع خسران، الله يرحمه. والله العظيم الله. أنا شفتها بعيني، وصارت لي مواقف وياه، نعم. وشلون أركب وياه بالسيارة وسولف، نعم. بس لا تحاكيه إذا هو معصب. إيه. أنا عرفت طبعه. إيه. يعني مرة ركبت وياه بالسيارة معصب حده مدخن إيه. وعليه نشته، برد برد. يعني وقتها جاينا رحمة الله عليه فيصل بن فهد، نعم. وكنا احنا في اتحاد الألعاب، هو في كيفان. نعم. صار موقف ما بيقوله، زعله، وكان تليفون عندي هذا اللي نقل قبل طويل نعم. على الأبيض. أعطيته التليفون، عصب، كان يقول قوم. أنا ما أعرف شنو الموقف، طبعا عرفت بعدين. نعم. قال قوم. ركبت أنا سيارة وياه، أنا أسوق، وطبعا سايقه ياخذ سيارتي نعم. يلحقنا. فركبت السيارة، أنا سويت بحب اشته بثلج إيه. موت، برد سحتني. كان يقول بطل المكيف، مدخنه هو معصب. نعم. حد. شنو يقول لي عطل المكيف، صرخ عليه صرخه، إيه. ايش ده معصب خلاص. انا بطل مكيف. انتهى، بطلت المكيف، انا هنا بسوق. والله العظيم يا ابو سعود ان التكييف بيي وايتي، وهو يبي يبي تكييف. يبي تكييف. انا ثلجت. تعرف شنو ثلجت؟ الحين ابي اوصل الحين وين بروح حياة الجنسي، تعرف حياة الجنسي بعيد ذاك الوقت، عشان توصل بردان انا ما اعرف شو اسوي، ماني قادر اقلب السكان. سيارته اللي استشهد فيه رحمة الله عليه، ما وصلت الرجنسي. يوم وصلت الرجنسي نصفط ضحك، قال استمرت ها. هو يدري انه بردان، ضحك مع انه هدأ إيه. بس توصل الفندق هدت هدأت نفسه، يعني يزعل بسرعة. نعم. قال استمرت ها. انا نزلت في السيارة، الربع يسلموا علي، شافوني مثلج، انا مثلج بوجهي مثلج قال شو السالفة؟ قلت له ما ابي اقول شو السالفة. إيه. هذا موقف، لكن لا نعم. تسألني عن مواقف ثانية. نعم. لا لا لأن بس بسألك عن لأن موقف استشهاده، يعني شلون تلقيت خبر استشهاده؟ يوم 25/7 كان المفروض اسافر معاه معسكر المنتخب، كان يقول لي لا سعود روح عشان تعلم زياده في المجلس الأممي الآسيوي، عندنا جوله، نعم. روح بالجوله مع عبد المطلب ومع حسين مسلم عشان تعلم، وبعدين القاكم بعد اسبوع في بانكوك. حلو. راح مع الفريق، انا كنت المفروض اسافر وياه نفس طياره بنروح. نعم. هو تاخر لسبب من ما بالكويت، يعني ربك نعم. يبي ياخذ امانته. لا رحنا الجوله، نعطيه كل مره بريفنج على نعم. نعطيه عن شنو صار بجولتنا. من رحنا هونغ كونغ، رحنا الصين وهونغ كونغ. نعم. اخر شيء استغرينا في تايوان، بعد نعم. تايوان نروح في بانكوك عشان نلتقي فيه. نعم.
فالأربعاء العصر آخر مكالمة بيني وبينه، قبل يوم الغزو بالضبط. الساعة 3 العصر الأربعاء. بدأت كلامه بالتليفون، صار يسمع حكي، ها إيش سويتوا وإيش ما سويتوا؟ لا طبعًا متى مسافر؟ قال الصبح الساعة 9 باكر مسافر أنا. يوم الغزو. إيه إيه خميس خميس. العصر. قال باكر الصبح أنا طاير الساعة 9 الصبح، إن شاء الله إذا صار نصيب أنت شنو؟ شنو صار نصيب؟ يقول كلام أنا ما استوعبته يعني. صار نصيب نلتقي وكذا، حاسس إنه بيصير له شيء. أقول لك كلام مسعود ترى والله ما قلته ورب الكعبة، ما قلته حق أحد، لأن أنا عارف في كلام وايد ما راح أقوله، لكن هذا الموقف اللي طلبته مني أبغى أقوله لك، لأنه صار حدث بعدين. قرأت سكرت التليفون بعدين، إحنا في تايوان، بعدين في فرق ساعات. إيه. لما تقول لي بالكويت 3 العصر وهو مكلمه وأنا في البيت عندنا الساعة 8 بالليل، إيه. فرق الساعات. صحيح. صار الصبح إحنا قعدنا عادي. عندنا بالكويت الظهر عندنا الفجر بالكويت الساعة 5:30 6 الفجر بالكويت، هناك عندنا الظهر. إيه 11. جيت لقيت أنا طلب قاعد يم التلفزيون، ما يبي يقول لي الخبر، يعرف إيه. معزتي عنده وشلون أنا أعز الشيخ، بس مو باين عليه، ما يبي يقول لي السالفة، إيه. هو سامع الخبر. فشفت بالتلفزيون صورة فهد الأحمد، التلفزيون تايوان شكو تلفزيون فهد الأحمد. أنا حطيت صورة، ما أعرف تايواني أنا، ما أعرف تايواني، شرفني تايوان، فقاعد يتحكون عن فهد الأحمد. صورتك ليش حاطين صورة فهد الأحمد؟ شي يطق ويمشي عني. تعال تعال، شو السالفة؟ قول لي شو الموضوع؟ ما رضى يقول لي. يا ابن الحلال، ليش حاطين صورة فهد الأحمد؟ فضلت تعال قول لي ايش السالفة؟ يقول لي أعطاك عمرك شنو؟ أنا بعد أطيح من طولي يعني. شنو أبشر أصلا حكيت الساعة 4 العصر أنا 3 العصر شنو؟ لا سالفة العراقيين دشوا وكذا صار غزو وصار وكذا. أنا مستوعب أنا. ايش معنى الشيخ فهد توفى يعني تقدر تقص عليه ولا شنو؟ طبعا أنا دموع 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 دموع. شو أسوي؟ آه ما شو يسمون الحبوب هذه اللي 100 جرام، مو فاليوم، شيء ألعب من الفاليوم 100 جرام. أخذتها من صيدلية مالت الفندق. قلت يا تذبحني هذه، مو هذا مو انتحار، بس ابي انسى، ابي انسى الكلام اللي قاله لي. إمم. انا ما اعرف ان هذه الحبه هذه تهدك هد، طيح جمل على قولتهم. 100 جرام مو شويه، والله صحيح. 100 جرام صحيح. اخذت الحبه. افتر راسي افتر راسي افتر راسي. أنا طلعت برا ولا مطر غرقه في بانكوك في تايوان، غرقه ورش عليه المطر، بس قاعد المطر ابي غرقني المطر، ما مو تقول لي خشيت يصب علي هدومي غرقان مطر، بكي بكي بكي. زين هذا لازم نام. إيه وبعدين صح. الظهر ما هزت فيني شعره، الله. ما ادري ليش ما نمت. غصبا عليك مو بكيفك لازم، ما نمت ماني قادر انام. الحدث مو سهل، بس بكي. قلت خلينا نسافر، خلينا نرجع الكويت. قال غزو قلت له قال انا هلي بلندن بروح لندن. جواله قال تصرف. قلت شلون اتصرف؟ شنو يعني اتصرف؟ انا مسافر وياك يعني. انا صار في بيني وبينه زعل. شلون اتصرف؟ ولا عندي فلوس كاش، نعم. ما عندي. إيه وهو أكبر منك بعد، وهو كان مدير مدير المجلس النوبي مدير الاسيوي المجلس يعني. الأولمبي. نعم. نعم. ما بيتكلم عنه زياده، لان اخذت منه بعدين موقف يعني وايد زعلت على الموضوع. خلاني اسافر. الله. انا في تايوان
بس طبعًا حجزني من تايوان أروح بانكوك. إيه. رحت بانكوك استقبلوني أهل بانكوك وكذا طبعًا عرفوا إن فهد أحمد استشهد وكذا، كذا. صارت لي مواقف في بانكوك سودة باسولف عنها أتعب نفسيًا إيه. أتحاشاها. المهم إن من بانكوك بعدين رحت بعدها دمام يمكن صح؟ صادف علي يوم سبت إيه. وصلت البحرين. إمم. يستقبلون كل إيه. أهل الكويت. فعلى طول أنا قلت لهم باروح حق الشيوخ إيه. بالدمام. ركبت تاكسي رحت أي قصر، رحت القصر في الدمام. طبعًا جوازي وياي وكذا، رحت الدمام. أول ما دخلت الفندق ولا جبالي أول ما دخلت ولا طلال خالد وفهد الأحمد ولا أحمد الفهد طالعين جبالك. نعم. جناط بيت. دخلت الفندق ولا بهم جبالي. سلمت عليهم قلت له: "أحمد لحظة، لحظة، للحين أنا مو مستوعب. آآ أبوك توفى؟ استشهد؟" كان يقول لي: "أبوي مو أحسن من غيره استشهدوا." إمم. كلمة تعوّر. طبعًا. قلت له: "أكيد." قال: "قلت لك أبوي مو أحسن من غيره استشهدوا." وين؟ قال: "أنا مسافر رايح لندن، راح يوزعون الظاهر رايحين إيه. يوزعون حق المهم إيه. سافر خلاني." فرحت سلمت على الشيوخ وكذا والله مواقف وموقف بالتأكيد قاعد محزن. طبعًا قعدت شهر في نعم. الدمام. لأ رجعت الفندق البحرين. رجعت البحرين. استلمت نعم. هذه طبعًا صارت مواقف وايد بالبحرين كثيرة لو باسولف عنها أوه! بعيز. على قولتهم. طيب بعدها عملت مع مع أحمد. أبو فهد، إيه. مع الشيخ أحمد. أنا كنت حالف قلت قلت اللي يشتغل مع فهد الأحمد ما يشتغل مع غيره. نعم. أخذت قناعة عندي قناعة إن فهد الأحمد غير. نعم. هذا القامة الكبرى لا يمكن لا تتكرر. نعم. نعم. مستحيل إني أشتغل مع غيره. نعم. أخذت قرار يعني خلاص. نعم. الأخ جاني تليفون عسى الله يطول عمره أم أحمد. نعم. قالت لي مر علي رحت لها تقول طلبتك أبو فهد تشتغل مع أحمد. نعم. طال عمرك أنا ترى حالف من عقب أبو أحمد ما يشتغل مع أحد. إيه. أنت تعرفين وأنا أعرف إن أبو أحمد غير وكذا نعم. وسند لنا وكذا. شو تقول عشان خاطري فقبلت على وافقت. نعم. وافقت نعم. نعم. يعني مو تقرير في أبو فهد يعني نعم. عسى الله يحفظه ويطول عمره يعني أبو فهد لا، لا، هو قصة إنه شلون لكن بدأت العمل إيه يعني هذا القصد يعني. لكن بناء على طلب نعم. أم أحمد نعم. إن أرجوك تشتغل يعني أدري فهد نعم. تقول لي فهد يحبك نعم. تسميه فهد يحبك نعم. آآ ويحب عيال أبو حمد. نعم. لا تخلون أحمد نعم. تعرف توه أبوه مستشهد وكذا نعم. فاشتغل معه. نعم. طيب قلت إن شاء الله. ال في فرق في المعاملة في التعامل قلت له بين الشيخ حق أحمد أحمد كبير، في فرق كبير. كبير قلت له أبوك ما يتكرر نعم. ولا أحد من إخوانك مع احترامي حق إخوانك أو الناس اللي أعرفهم أو نعم. بالنسبة لي نعم. أتكلم عن نفسي. نعم. اللي فات دائما ما يتكرر ولا أحد يوصل مواصيله. نعم. وايد يعني طلع كلام بعد تركك العمل مع الشيخ أحمد الفهد أبو فهد، يعني الناس تفاجأوا ليش أبو فهد وخر؟ هل اختلفوا بين بعض؟ هل أبو فهد الشيخ أحمد فهد زعل سعود أبو حمد؟ هل سعود أبو حمد زعل على الشيخ أحمد؟ فما حد عرف شنو سبب اختلاف أبو فهد أو خروج أبو فهد من العمل مع الشيخ أحمد. شوف أبو سعود أنا كل شيء قلت لك أنا قناعة وقلبي. هالموضوع هذا أبيك تعذرني عنه لأن أعتبره بحياتي غامض نعم. أبي يموت معي. يعني ما في خطأ مني. نعم. أنا عارف نفسي زين. لكن ما أبي أخوض في هذا الموضوع نعم. لأن طلع حكي وايد. قاعد أقول لك وايد. حكي نعم. نعم. أنا عن قناعة لم أخطئ في حياتي مع أبو فهد. نعم. أعزه واحترمه وغدره وهكذا وحضرت له في أماكن
يمكن مخلّي 3 هو يعرفهم. نعم. لكن شنو صار؟ اسمح لي نعم. أسكر الموضوع. بس أز أز العلاقة بينكم يعني. لازم يكفي أنه ابن الشهيد، نعم. يكفي أنه اسمه أحمد فهد الأحمد. نعم. عارف شنو فهد الأحمد بالنسبة لي نعم. أو بالنسبة حق عائلتي؟ نعم. آآ لو أقول لك ما تصدق. نعم. طيب. اسمه أحمد فهد الأحمد بس. طيب. ننتقل. أنت ذكرت عن يعني هو وإخوانه خلينا نتكلم عن الشيخ طلال فهد. عاصرت وعملت ودخلته في لأ معترك. مو مشعل لا زلت ألتقي فيه حتى الحين وبعدين طبعًا نعم. وقعدت معاه وسولفت معاه على وايد مواضيع. طلال مغرب تدري طلال شو يسميه أبوه؟ نعم. والله العظيم أبوه إمم. الشهيد يسميه طلال أبو حمد. والله العظيم كل ساعة يقول حق أبوي راح الاتحاد عند فهد الأحمد، وين ولدك طلال؟ ليش؟ طلال يسهر عندنا بالديوانية ليل فير إيه. بيت ديوانية محمد. أبوي يجيب له ريوق من الهندي مطعم الهندي إيه. وكذا. تلاقي طلال عاش معانا مع نعم. العيال نعم. كلهم نعم. من ديوانيتنا يروح الجامعة طلال. نعم. كل يدش ابوي الاتحاد قال ها وين ودك إيش سويت حق ولدك طلال؟ فيسميه طلال ابو حمد. نعم. تخيل. والله. فلا زلت يعني ابو نعم. مشعل متواصل معاه فترة عمله في نادي القادسية اي طبعا شفتها صرت معاه فترة. بالاتحاد، صرت معاه نعم. بالنادي عضو مجلس نعم. اداره. نعم. إيه. فترة عمله هو إيه. يعني إيش كرئيس. يعني ابو مشعل كل اخوانا نعم. احنا مقربين يعني قلت نعم. لك اسمه طلال فهد الاحمد يعني. نعم. لا تحكي عن فهد الاحمد بن سعود بالنسبه لي انا نعم. لما الله ياخذ بس امانتي. يعني هذه العلاقة. خلينا نتكلم مع الشيخ طلال. طبعا علاقتك قوية وإن قريبين من بعض. استقلت فجأة وتركت قائمة الجميع ويعني لا لا شوف خلت الناس شلون أبو انا فهد. انا انا ليش شرها عليهم وايد. أنا ليش شرها عليهم وايد يعني بحكم القرابة أو بحكم المحبة مع أبوهم. نعم. ف يعني بحكم عمري ما أقارنه في رحمة الله عليه الشهيد، نعم. لكن أحس أنا واحد منهم وفيهم. نعم. لكن يعني في مواقف وايد شرهان عليهم فيها. نعم. وايد تحس بنفسي إنه وقت ما تحتاجهم يغمضون. نعم. يعني يصدون عنك شوي. شوف أنا إنسان صريح. نعم. وما الدنيا يعني على قولة فلان يعني اليوم أنت حي باكر نعم. الله بياخذ امانتك. لكن اللي شرها عليهم وايد كاخوان نعم. وكذا يعني واحد يشتغل مع ابوهم يفترض تقضوا باسنانهم نعم. ان تعال وقت ما انت محتاج احنا نوقف معاك. نعم. انا صارت لي وايد مواقف مزعجه بالنسبه حق حياتي الخاصه. نعم. احس ان كلهم ابتعدوا. واشرح نعم. وخاصة أحمد نعم. يعني كنت بحاجة إلى ليومك هذا يعني. نعم. يكون مثلا بيني وبين مسج برمضان أو بعيد. هذا لا المواقف عند أهلها يعني لما أنت أنا أحتاجك يجب أن توقف معي بحكم العلاقة اللي بيني وبينك. نعم. لكن أشرح عليه إيه لا والله اللي شرح عليه بس ما بيقول ليش نعم. وشنو. بس أتمنى يصحى ويعرف من اللي يحبه ومن اللي نعم. ما يحبه. مع ان محبينه صح وايد. نعم. لكن المفروض احنا بالنسبه لهم غير. بس هم يعني أنا عن قرب يعني أنقل لك هالموقف أبو فهد. يمكن أنت أيضا أقرب مني أكثر ما في شك يعني بحكم العمر بحكم الخبرة. يعني أنا أكلمك كناس عاصرتهم عاشرتهم. يعني من النوادر أن مثلا أحد يشوفونه في موقف صعب محتاج أمر معين يتخلون عنه ويتركونه. انا قال اكلمك انا في موقف معين ولا زلت في ظرف صعب للحين وما وقفوا معي. انا اقول لك الامانه بصراحه نعم. نعم. ليه هاللحظه يعني شو اقول نعم. ما ابي اجزم. لا ابصم لك بالعشره. نعم. الحين انا محتاج ليه اليوم ما قلت حق طلال. انا اتكلم عن احمد. نعم.
وما وقف معي. استقلت من رئاسة جهاز الكرة، لما استقلت كان في سبب معين رئيسي؟ لأ، وهي فترة معينة، فترة معينة نعم. حلو. اشتغلت في الاتحاد، نعم. عفوا بالنادي. بالنادي كعضو مجلس إدارة. نعم. استلمت أول شيء الله يسلمك كرة اليد نعم. لمدة 5 سنوات. نعم. تبي تكح ابو فهد؟ أبي المشكلة ما في ماي. بس أشرب ماي وأنا صايم، أنا صايم الحمد لله. أنت توني باقول لك أبي ماي لكن الحمد لله. لكن على قولتهم لأ، أنا أحب كرة اليد نعم. من زمان. نعم. حبيتها عشان جاسم القصار، عشان صالح الجيماز، نعم. حبيتها عشان صالح مهنا، نعم. أستانس من كرة اليد. نعم. فطلبت إني أكون مدير كرة اليد. نعم. تميت معاهم 5 سنوات وحققت لي بطولتين معاهم، مع إن فريقنا يعني مو ذاك الزود اللي أيام قبل. نعم. لكن عشت مع الشباب اليد، أسأل الله يحفظهم أحسن عيشة. نعم. بعد اليد يعني 5 سنوات مو شوية يعني. نعم. كونت لي فريق بكرة نعم. اليد مو سهل يعني. نعم. فريق بطولة. نعم. اشتغلت مع الاتحاد مع مدير الكرة بالقادسية، نعم. أخذت لا زلت أنا أقول أنا أخذت بطولة وأقوها مني الاتحاد. اوه. إيه. شلون؟ أخذت بطولة اللي فزنا فيها، اللي صارت مشاكل العرب والكويت، نعم. 3 نقاط وكذا. هذه ما بياخذ فيها، لكن أحس إن أنا فيها بطل الدوري. نعم. نعم. ماكو فريق بالكويت بالنسبة للقادسية لما مسكت القسم الثاني ما خسرنا ولا مباراة. مهم. ولا مباراة. نعم. أخذنا الدوري، احتفلنا إن ماخذين الدوري. نعم. الدوري باقوا منه. حتى الاتحادات نعم. استشهدت بالاتحاد، استشهدت بالهيئة. يعني ما نقدر نقول كلمة باقوا عشان لا يزعلون، يعني لا نقول لا مو زعل يعني كلمة بوقا مو معناته على قولتهم في تقليل من شيء. نعم. لا أنا أقصد شيء ثاني يعني. نعم. يعني خذوا منك عنوة المفروض احنا ناخذ البطولة. نعم. يعني خذوا الدوري بدون وجه حق، بدون وجه حق. بحكم قضائي. نعم. احنا اخذناه بحكم قضائي، يعني حكم قضائي ما تنفذ. نعم. يعني كل اكو واحد بالكويت ما يحترم القضاء، هذا قضاء، هذا شيء مفروغ منه، انتهى نعم. الموضوع. نعم. سمو الامير والقضاء هذا لا احد يقرب صوبه. نعم. نعم. حكم قضائي وما تنفذ. نعم. هذا يعني يعني انت راضي عن فترة عملك في الحمد لله الحمد لله. بس ايش اشتغلت يعني؟ هل انت كنت يعني مشترط انه فترة معينة؟ عيزت مسعود، يعني انا من النوع اللي لما اكون مع الفريق نعم. ما اغيب ولا يوم. نعم. واي قبل اللاعبين بنص ساعه واطلع عقبهم بنص ساعه. نعم. على مستوى بيتي، على مستوى شغلي، على مستوى كذا. صحتك. نعم. نعم. فما تلحق. نعم. ما يصير انت مدير فريق او كذا. نعم. انت عقبل بعد اللاعبين. نعم. انا مو متعود. صحيح. صحيح. فتصير لي مواقف مع اللاعبين يعني تصير لي مواقف ما يصير انت تتكلم عن لاعب متاخر وانت متاخر، ما يصير. صحيح. صحيح. يا انت ملتزم يا تقول والله ما اذكر يوم انا جيت اتاخر. نعم. والله قبل اللاعبين نص ساعه وبعدين ما اطلع. يعني سبب خلينا نقول مجهود هو اللي خلاك بس فقط لا غير. نعم. لا طيب. لا هل تركت قائمة الجميع الآن خلاص؟ انا منهم وفيهم ما اقدر اتركهم. يعني موجود يعني. طبعا اكيد. نعم. لا داعم لا لقائمة الجميع. اكيد هذا نعم. شيء. لان قائمة الجميع وين صارت مسعود؟ نعم. صارت بيت حمد اخوي. نعم. اول ما صارت قائمة الجميع سواها الشهيد فهد الاحمد. نعم. في بيت حمد اخوي في مشرف. نعم. احنا من مؤسسينها، يعني احنا وياهم. إذا عندك فكرة عن اسم الجميع؟ لأن الإعلامي الغدير جاسم مشكناني أذكر في لقاء معاه قال أنا من أطلقت اسم الجميع على القائمة. ما اقدر افتي، لكن اعتقد دور رحمه الله عليه الدكتور فؤاد الفلاح. نعم. هو اللي اقرب واحد حق. كنا احنا مع الشهيد. نعم. كنا نقعد لبيت حمد اخوي لما الفجر. نعم. نطلع من بيت حمد اخوي ما اروح انام. نعم. نروح مجلس النوم الاسيوي. نعم. نواصل. دكتور فؤاد الفلاح، فيصل الجناعي رحمه الله عليه. نعم. يعني في ناس مغربين نشتغل نعم. طول النهار فاحنا نعم. مغربين. جاسم مشكلة طبعا ما له شغل بالقادسية اساسا يعني نعم. عشان يمكن هو كلامه صح كلامه غلط، الله يعلم يعني. نعم. ما اقدر افتي لان محمود اخ نعم. صديق وعزيز علي يعني. نعم. لكن ان قائمة الجميع ما له شغل هو فيه.
لو قال الاسم مو القائمة كاسم الجميع. يمكن كلامه صح، يمكن نعم. لكن أنا اللي أعرفه إن أسسناها في بيت حمد أخوي. نعم. ذاك الوقت مشرف كان ما فيها سكان وايد. نعم. كان قعدنا بخيمة والشيخ رئيسها أسسها في بيت حمد أبو حمد. نعم. طيب رأيك في الإدارة الحالية في نادي القادسية؟ نتكلم بوجود الشيخ فهد طلال فهد بحكم أنه هو نائب الرئيس وهو من يمكن قاعد أنا قلت لك أنا شخص ما جامل. نعم. إدارتنا سيئة. نعم. إدارة النادي لازم يصير تغيير، مو 90%، لا 100%. يعني أنت تبي كل مجلس إدارة متغير. مع أن دائما الشيخ طلال اختار واحد من عيال أبو حمد بالقائمة. نعم. يعني بحكم نحن تأسسنا في نعم. لا نبي الناس تشتغل. نعم. الناس وما الحين يشتغلون، مش قاعد يسوون. لا ما قاعد يشتغلون. اللي أنا عارفه ايه مجلس إدارة مو قاعد يجتمع بتبرير، وهذا خطأ. اجتماع بتقرير هذا مرفوض. نعم. ترى اغلب الانديه بالكويت كمان يسوون هذا كلام مو صحيح. نعم. لا انا بجابل مشاكل النادي. لا اي النادي مجلس اداره في ناس ما دشوا 12 سنه ما دشوا نادي وهو اعضاء مجلس اداره. هذا ما شو الكلام هذا؟ ما يحضر مباريات ولا يحضر مجلس اداره. ليش اسم بس انت عضو مجلس اداره؟ ما يصير. انا لما كنت عضو مجلس اداره كره اليد حضر 80 مباريات، القدم حضر 80 مباريات، احيانا احضر سله، احيانا احضر العاب قوه. انا عضو مجلس اداره لازم امثل النادي. لا والله العظيم في ناس ما لي شو النادي اصلا، بس اسم اعضاء مجلس اداره اسمائهم عشان اسم عائلتهم، هذا شيء مرفوض. نعم. ما يصير. اللي يشتغل يجاب النادي. نعم. اللي بالنادي قلت لك انا ما جامل. نعم. نادينا لا شذي. سالوني قبل يومين متى تاخذ الدوري؟ قلت لهم 5 سنوات. لا اذا بتظل على نفس الوضع 10 سنين قدام ماكو. وقلت هالكلام هذا من زمان واقولها لكم الحين. لحقوا على نادينا لا يضيع. انا يعني خلقي لما اشوف جمهور يحضر، يهال وصغار وشياب، ناس يحضرون، ناس يبكون بعضهم يشوفوا فريقنا بهالمستوى. لا. نعم. تؤيد عودة وقلت هالكلام، قلت فريق يعتمد على لاعب واحد وبدل مطوع. نعم. ما اقلل بشأن الموجود، وهذا الصيد. يعني نعم. ما عندك لاعبين، يعني عندك لاعبين صغار جاسم مطر وهذا، يا اخي اعطهم فرصه. نعم. بالاضافه انا شوف مدربنا ما يستحق نبيل معلول ما يستحق يستلم هذا القادسي برايي الشخصي. نعم. لانه ما يصلح الفريق، ما يعرف قيمه الفريق. كل اللي سواه الحين وصعدكم قبل النهائي كاس السوبر وخذ السوبر وقبل نهائي كاس الخليج. لا هذا مجهود لاعبين. مجهود لاعبين يا ابو سعود. احنا سنه من السنين على ايامنا والله العظيم يا مدرب انجليزي، بعدين عرفنا انه طباخ في الدرجه، والله طباخ في الدرجه الانجليزيه. ما ندري عنه انه مدرب. عندك فريق، عندك لاعبين، خلنا بطوله دوري كاس، هذا بعدين اكتشفنا انه طباخ. قصر لان ليش عرفنا يدش الملعب يقول كابتن نبي تقسيم على 11 ب 11 قال اوكي كذا اوكي. عرفنا ان ماكو شيء. مدرب ماكو شيء. عندك لاعبين. متى اي سنه ابو السبعينات اللي خلينا ناخذ فيها بطولات. والله العظيم ما يفهم كره. عندك لاعبين، اهم شيء اللاعبين مو مدرب. يعني تؤيد عوده الشيخ طلال فهد رئاسه نادي 100%. وقلت حق طلال اسال الله يشافيه يعني، بس اخاف عليه. نعم. من حبي له اخاف عليه لان ما بيتنرفز. نعم. يعني تعرف انت صحته وكذا. نعم. قال لي بفتره قال لي ترى برجع نادي. نعم. طلال يشتغل ويحب الشغل. نعم. انت شفت ان خروجه من النادي وانتقال الاتحاد كان قرار صحيح من ابو مشعل؟ لا طبعا غير صحيح. ضد هالقرار. نعم. طلال يحب الشغل. طلال من صغره يحب الشغل. طلال ينتج. نعم. منتج. انا ما جامله. يعني اذا غلط اقول ترى غلطان، ترى بحكم سني اكبر منه. نعم. وامون عليه ويمون علي، لكن الحين النادي محتاجه. نعم.
محتاج قلت له لا تزعل مني، ذيك المره محتاج فواز الحساوي نعم داعم مؤثر للنادي، اسال الله يشافي ولده يا رب. يا رب. محتاجين مثل فواز نعم الحساوي، مثل محمد البابطين، مثل فهد البكر، نعم قلت اسماء هذا اللي داعم النادي يدشون النادي، على الاقل يشيلون يدعمون. النادي وياك. نعم الحين النادي دعم، نعم عندك دعم توفر، ما عندك دعم لا ناديك. صحيح صحيح. رأيك في الوضع الحالي، يعني سيطرة نادي الكويت على البطولات على مستوى الألعاب، وضع صحي في الرياضة الكويتية؟ يعني شوف، اسمع، انا ضد عيال القالم ولا ضد نادي الكويت، لا بالعكس، ناس تشتغل، نعم تشتغل حق ناديها، هسه الله يحفظهم عندهم فلوس، نعم بس قاعد يوظفونها صح، يشتغلون حق ناديهم، عليهم بألف عافيه. نعم ما تقدر تقول والله لا والله تقلل من شأنهم، ياخذون قدم، ياخذون سله، ياخذون طائره، ياخذون يد، مجهودهم وفلوسهم، اوكي، وهذا شيء على قولتهم هناك مستحق. هناك من شكك ببعض البطولات او كيف انه والله حكام انا والحكام. اتكلم عن نفسي، نعم انا اتكلم عن اللي قاعد اشوفه، ما دام هم ساعين انه يرفعون من شأن ناديهم، نعم عليهم بألف عافيه، نعم عليهم بألف عافيه يشتغلون. طيب ليش نادينا ما يسوي كذي؟ طيب خلنا رأيك في الاتحاد الحالي ابو فهد؟ ادري انه صعب تقيمه تو فتره قصيره، لكن هل يعني ملامحه قاعد يشتغل الشيخ احمد اليوسف والاخوان اللي معه؟ شوف، يعني ابو تركي يعني يشتغل مع فهد الأحمد، نعم اللي يشتغل مع فهد الأحمد المفروض يكون له شخصيه غير عاديه. نعم اذا ما تعلمت ابو تركي، اذا ما تعلمت ابو تركي من فهد الأحمد، منو تعلم؟ نعم انت الحين على راس الهرم، انت اشتغلت مع الشهيد، لازم انت تتعلم. احنا بمدرستنا، يعني ليش قلت لك انا احد نعم طلابها، نعم مدرسه فهد الأحمد، انا طالب عنده، تعلمت منه نعم انك تكون صريح وحازم وذو شخصيه مستقله، نعم الصح صح والغلط غلط. نعم اكو واحد يتجرأ يقول حق فهد الأحمد انت غلطان، والله العظيم وانا صايم اذا شفت غلط اقول له غلط، ويسبني، يقول لي مو شغلك، بسبب ما بقولها، بس استانس لما يقول لي، لما يسبني. نعم احيانا احس انها صح، ان في هذه غلطه، نعم انا ما اقولها الا انا متاكد 100%. نعم يستانس لما تقول له واحد ينبه على شيء، نعم هو بشر، هو صحيح بشر. صحيح والله العظيم احنا 3 اشخاص، اثنينهم توفوا وانا الثالث، اذا شفنا غلط يستانس ينادينا. نعم بعد عبد الكريم ابو جمال رحمه الله عليه، سامي حسين اللي هو سامي العري، وانا ياخذنا 3 بالسياره وندور شنو شايفين صح ولا شنو غلط، يستشهد بكلامنا. انا اصغر منهم سن، نعم لكن يعرف معزته ومعزتي عنده، نعم يستشهد بكلامنا، نقول بالسياره وياه تصارحونه يعني. نعم نعم هذا يعني صح. انت تشوف ان ابو تركي ما قاعد يصير على نهج مع الاسف لا، شهيد فهد الأحمد؟ مع الاسف لا، نعم مع الاسف انا ما كنت، ما ودي اكون اخ عزيز ومحترم، ولكن ما تعلم من فهد الأحمد او ما اخذ شخصيه فهد الأحمد، نعم طيب مع الاسف. رايك بالمدرب سوزة، ايوه، مدرب منتخبنا الحين؟ ما عندك فريق عشان اعطي رايي، خليني يصير عندي فريق منتخب، ما عندي منتخب عشان تفضل عودة بدر المطوع المنتخب؟ على الاقل احسب الموجودين. لا والنافي بدر باحترامي حقه إيه. وقلت حق بدر امون عليه. ليش امون عليه؟ نعم حكم علاقتي مع خواله، نعم الله يحفظهم، الاخ خالد العثمان ويوسف نعم العثمان، قريبين جدا، اخوان عزيزين علي، نعم بالاضافه ان بدر محترم الى اخر حد، وعاصرته انت لما كنت في جهاز الكره. محترم نعم الى اخر درجه، ولد حبيب، 24 ساعه مع عيال اخوي، نعم سفراته وقعداته وطلعاته كلها مع عيال اخوي، نعم يعني واحد من العائله اعتبره. نعم ودي يبطل كره، لكن اتحسر اذا بطل كره على منو توفق. بدل لو يلعب جيم واحد مع المنتخب راح ترى احسن من الموجودين، نعم احسن من الموجودين. طيب بنتقل لعهد او عهد ابو فهد. يعني هو مثار جدل. ليش مثار جدل؟ لأنه يمكن أول رجل أعمال يستلم رئاسة الاتحاد الكويتي هو خارج من الوسط الرياضي، يعني بعيد عن الوسط الرياضي. كرجل أعمال فواز الحساوي رياضي، استلم في نادي القادسية واستلم
اداره الكره، لكن اتكلم عن الاخ عبد الله الشاهين استلم رئاسه الاتحاد، وكان في جدل حول هذا الرجل، انه ما كنا نعرفه في الرياضه، ما نعرفه في كره القدم، شلون يستلم رئاسه الاتحاد. شلون قيمت فتره ابو شاهين في رئاسه لا الاتحاد كره تتكلم القدم؟ عن فؤاد حساوي. لا فؤاد حساوي اشتغلت معاه بالنادي اوكي. نعم. لا انا اتكلم إيه. عبد الله الشاهين نعم شخص محترم، عسى الله يحفظه، انسان. انا عرفت انه من اسره النادي العربي. نعم وعيب انه اذا واحد انه رجل اعمال يستلم مكان نعم في اتحاد القدم يبي يعمل يشتغل. نعم ودليل مثلا جواد خلف، نعم عسى الله يشافيه ويعافيه، وكان من احسن اللاعبين في كره القدم. نعم احسن استلم رئيس اتحاد الطائره ونجح في اتحاد الطائره. نعم الاتحاد الطائره ما له شغل فيه نعم ولا يعرف نجح، درس ونجح. عبد الله الشاهين يبي يعمل نعم ورجل اعمال وعنده خير، عسى الله يحفظه، وعنده كذا. ليش ما نعطيه فرصه؟ نعم ليش ما نعطيه فرصه يشتغل ويفتح له كل باب انه يطور كره القدم. نعم. لكن انا اعتقد لو عبد الله الشاهين حصلت فرصه ينجح. انت تشوف انه ما اخذ الوقت لا ما الكافي؟ اخذ فرصه، تعرف صارت مشاكل نعم كذا. نعم فهو يبي يعمل بس ما نعم صارت له فرصه. نعم. وصارت بعض الامور في عهد عبد الله الشاهين ابو فهد، يعني من بينها مثلا موضوع الدوري في شكله الحالي. ايش رايك في هذا الدوري؟ شوف انا ما صدق ان انا غير متابع. كفكره يعني إيه؟ اللي سواها انه 3 اقسام بعدين أنا في قسم رابع فوق وتحت. يمكن يمنون عليه الجماعه في الاداره او اللجنه الفنيه انه نعم. سووا كذا سووا كذا. لكن انا اقول الامانه ما اخذ فرصته. نعم. طيب لو ما اخذ فرصه يمكن ايضا من الافكار او من الامور اللي صارت في عهد عبد الله الشاهين، شفنا الدوري ينقل لاول مره خارج تلفزيون الكويت. صار في اتفاق مع شاشه اذا تذكر ابو فهد، إيه. وصارت ضجه ان شاشه دفعوا فلوس اكثر حق الانديه ومبالغ اكثر. هل هذه الفكره كانت يعني من وجهه نظرك ان الدوري ينقل على قنوات ثانيه تأيدها؟ تسويق. خلينا لكم اللي عنده فلوس وايد هو يحب التسويق. انا ماني من مجموعه اهل التسويق. لا بس كفكره يعني انه ينقل في شاشه ثانيه. انا قاعد اقول لك هو يبي يطور. نعم. او اللي سواه يعني نوع من التطوير. نعم. او تسويق حق الاتحاد وكذا. نعم. ففكره يعني على قولتهم انا مو ملم فيها، لكن نعم. لكن هي فكره زينه بالنسبه له. نعم. شيء جديد. نعم. هو ايضا يعني اليوم من النقاط ايضا اللي تحسب لابو شاهين في اثناء وجوده، انه يعني من الناحيه الماديه كان ايضا يحاول دعم اللاعبين المحليين، دعم اللاعبين المعتزلين. وهذا الامر ايضا اللاعب نوعا ما يرتاح ابو فهد لما يشوف في دعم من الاتحاد ومن رئيس الاتحاد. الاتحاد. هذا اللي قلت لك محتاجين من شخصيه مثل هذه ما اخذ فرصته. نعم. يعني واحد تحتاج حق واحد داعم. لاعب شنو يبي؟ نعم. الحين حلو الوضع غير قبل. صحيح. احنا قبل نلعب هو هاويين، الحين وضع احتراف. نعم. قبل احنا ناخذ دوري ولا ما ناخذ دوري تحط لك 200 دينار 300 دينار كأنك ماخذ لك 50,000. نعم. نعم. احيانا ما تاخذ دوري فلس واحد ما تاخذ. نعم. الوضع الحين اختلف. الحين كل شيء بالماديات. نعم. نعم. صحيح. عندك فلوس. صح. على قولة المصريين شنو عندك قرش تسوى قرش. الحين ماكو. اذا ما عندك فلوس ما حيطالعك، ما حيخزك، ما حيدري عنك. الحين تمشي بسياره كحيانه ولا تمشي برولز رويس، هذا شو يطلعون هذا ولا هذا؟ ماكو. طبعا. اخيرا اجوبه سريعه ابو فهد، من اسطوره الكويت؟ لو بتقول هذا اسطوره الكويت، اسطوره منتخب الكويت. شوف ابو سعود، انت تحكي عن قدم. اي قدم. شوف يعني شوف كلهم ذيلا انا عصرتهم ربعي. اي ربعي يعني. يعني ادري ما تبي تزعل احد بس يعني شوف يعني كل الناس طبعا ركزت على جاسم. نعم. كونه لاعب وسط. نعم. لاعب هجوم مهاجم. نعم. وسجل وكذا. نعم. هذا ما حد يختلف عليه. نعم. لكن ايضا في نجوم في مراكزهم نعم. ما يتكررون. يعني لما تتكلم عن عبد الله العصفور، لما تتكلم عن ما سعيد، عن عبد الرحمن الدولة، لو بتحط اسطوره تقول هذا رقم واحد. ما قاعد اقول لك انا زي 5 مثلا، عطنا 5 اساطير. لا بعد اكثر من 5. حتى الجيل اللي ورانا ايه طلع جاسم الحويدي، طلع نعم. سامع، طلع ما تبي تجاوب السؤال. على طار الاجيال، منو الجيل اللي تشوفه هو الجيل الذهبي؟ هل فعلا جيل كاس اسيا وكاس العالم اللي وصل
ولا في اراء تقول ان الجيل هذا اللي لا، تفضلت لا، عنه هو بشار وجاسم؟ لا هو امتداد يعني تحكي من السبعينات. نعم ادري هو ما تحكي انا قاعد اقول لك من هو السبعينات. ابتداء، بس منو تشوفه جيل ذهبي؟ جيل انا طبعا اللي وصل كاس العالم يعتبر نفسه هو الجيل الوحيد. نعم صح، لكن منو اللاعبين اللي قبلهم؟ نعم. منو اللاعبين اللي بعدهم؟ كان ودك هنا. تكون من ضمن هذا الجيل اللي وصل كاس العالم؟ انا كنت من ضمن المجموعه، ولكن لما شاشتني اصابه. نعم انا وجاسم. نعم جاسم لعب قبل، تعافى قبلي. نعم فما صار لي نصيب اكمل مع المجموعه. بس نعم. نفس المجموعه كلها نعم. كنت انا وياهم. نعم انا وابراهيم دريهم وحمد نعم. اخوي. يعني هلا اقل من المجموعه هذه اللي كانت نعم مع الجيل هذا. نعم. نفس الجيل. نعم. نفس الجيل. زين بس- بالسعوديه من تشجع ابو فهد؟ نصر. اوه لان القدساويين يحبون نصر السعودي. إيه، عشان الاصفر يعني. هو اصفر. وعبد الرحمن بن سعود رحمه الله عليه رحمه الله. قدساوي يحب القادسيه، اعطانا الرئاسه الفخريه ايه بنادي النصر. عطى منه؟ لا احنا لا كم واحد لاعبين القادسيه. ايه يعني لانه يحب القادسيه ايه ويحبنا ايه فحبيناه، وعلى قولتك اصفر. ايه. ف منو عطى؟ تذكر منو عطى رئاسه فخريه؟ اي والله اعطى جاسم وانا وحمد، واعطى مجموعه من انت اللاعبين عندك رئاسه فخريه، الفخريه عضويه من فخريه ايام عبد الرحمن بن سعود. وراحت الحين. وينها ما ادري. الله رحنا يوم رحنا السعوديه اعطانا اياها ايه الله. رحمه الله عليه. لا ان شاء الله ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله ان رحمة شاء الله الله عليه. ان شاء الله. عموما احنا شاكرين لك ابو فهد، انا سعيد جدا وتعبتك معاي اليوم. تعرف شنو سبب التعب؟ لان صيام عسى الله يحفظك في سعود. وانا ترى قلت في كلام قلته نعم اول مره اقوله والله لي الشرف. عشان خاطرك الله يعز خاطرك ويعز شانك. لكن في اشياء اشياء محتفظ فيها. نعم راح تكون معاي، وما اعتقد راح تطلع الا بعد ما راح تطلع خلاص على قولتهم. ان شاء الله بعد عمر طويل يا ابو فهد. وفعلا استمتعت بهذا اللقاء. كل الشكر لك اخوي العزيز واللاعب الدولي السابق والاداري السابق. وادري وما يحب كلمه محلل، لكن فعلا ترى هو لما ايضا تناقشه في بعض الامور الفنيه ترى هم لاعب بعد ما يحتاج اكيد يعطيك بعض الامور الفنيه. فشكرا لك كابتننا الكبير سعود ابو حمد، وان شاء الله نلتقي معاك في لقاءات قادمه. شكرا مشكور لك. يا ابو سعود، ما قصرت، ونطل الفطور ان شاء الله. ان شاء الله. وصلنا لختام حلقتنا اليوم برنامج ضيف عزيز، اللي كان معانا فعلا ضيف عزيز علي وعليكم ما في شك، اللاعب الدولي السابق الكابتن سعود ابو حمد. حتى نلتقي مع ضيف عزيز اخر، الى اللقاء.